ممتاز رابط كره اماميه في اتجاه اللاعب النصيري وفي خطر بعد ذلك. هنا ياتي لفائده منتخب تنزانيا. الضربه الحره لمنوغا امامنا على الصوره. منتخب تنزانيا معروف هجوميا ممتاز، فريق اللي لا يلعب على الدفاع اكثر، لكن اليوم اختيارات مدرب تنزانيا دفاعيه محضه، اختيارات دفاعيه محضه. تقريبا المرات القليله اللي نشوف فيها تنزانيا تلعب بهذا الشكل الدفاعي. معروف تنزانيا تبادر، تنزانيا لا تخاف المنافسين، تنزانيا تلعب، ولكن هنا الامور مغايره. لماذا؟ لان المغرب واسلوب المغرب هو اللي يخلي المنتخب التنزاني يلعب بهذا الشكل. كره تصل على الطرف الايمن، يضغط نصيري، وهذه من عادات يوسف نصيري، التعامل الممتاز بالكره وبدون كره. الان بدون كره يحاول يعمل ضغط، يحاول يوقع المدافعين في الاخطاء. بالتالي الكره تلعب بشكل عرضي بين مدافعين منتخب تنزانيا، فلذلك برافو. انا يوسف نصيري من اللاعبين البدنيا الذين يقاتلون، من اللاعبين البدنيا اللي ممكن يلعب لك 90 دقيقه و120 دقيقه ولا يتوقف، يركض، يضغط، يسترجع كرات، يتموضع كذلك. لكن في اشكاليه وحيده عند نصيري، هي الانهاء الهجمه خاصه بالقدمين، خاصه بالقدمين. لكن معروف على نصيري يعني الارتقاءات الخياليه، الارتقاءات الخرافيه. واكيد كلكم تتذكرون هدفه امام اسبانيا في روسيا 2018، وكذلك الهدف التاريخي الذي عبرنا به لنصف النهائي امام الرفقاء الدون رونالدو. كرة ترجع للمغربية، استلام على طول من نايف اكرد، نايف يرجع لياسين بونو، ياسين يمشي لسايس، سايس يا سايس. الجميل في المنتخب المغربي انه دائما في بدائل، في كل المراكز، حتى في الدفاع. سيد ملاح يلعب الكرة في الحلف الجهه اليمنى، ولكن لو مرت هذه لزياش، لو مرت هذه لزياش لكان في انفراد. ترجع مغربيه مره اخرى، يعلي الريتم الان سيد ملاح، سليم لمن يا سليم شاف زياش وحده في الجهه اليمنى، زياش واحد على واحد، زياش يرفع كرة، يهز الكرة داخل منطقه الجزاء، ولكن اقرب اليها ابراهيم عبد الله يقطع كرة اللاعب زياش. يرجع المنتخب المغربي الان لممارسة الضغط. بعد ربع ساعة شفنا فيها بعض المناورات من غير مشاكل على ياسين. الان نرجع للهجوم ونرجع للبحث عن الثاني، ونصيري الان يقاتل من اجل الثاني. نصيري الكرة تتحول بعد ذلك الى ضربة مرمى. لا ادري ماذا اراد ان يفعل نصيري في الكرة الماضية، هل خلى الكرة للركنية ام هي ضربة مرمى لفائدة المنتخب التنزاني؟ شوف اخر من لمس الكرة، عينك على رجل يوسف نصيري في لحظة المرور، لكن طارت منه هنا شوية. نصيري يفقد التوازن. نصيري في عملية استلام الكرات بالراس ممتاز، لكن على مستوى امتلاك الكرة بالقدم هنا في مشاكل بالنسبة لي نصيري. لكن يبقى هداف، شئنا ام ابينا، هداف من الطراز العالي، هو اللي أهلنا النصف النهائي، هو اللي عنده الارقام في الكان، وهو اللي مسجل في 3 نسخ الماضيه، وممكن يسجل في النسخه الرابعه مش ذاكرها. اخر نسخه سجل امام المروي في الثمن النهائي. كرة في منتصف الميدان، هي حكاية أهداف انطلقت بأحمد فرس وانتهت لنقول النهاية آخر بروفيل في مرمى منتخب الفراعنة، قبل ان ياتي سيس ويسجل الجول الاول في الدور امام تنزانيا. بينما هناك خطا ياتي بعد التدخل الماضي من ماو هو من ارتكب المخالفه، اذا بطاقه صفراء. وايضا الشيبي كان مصير الكارت الاصفر، اول بطاقه الشيبي في صفوف المنتخب المغربي. الظهير الايسر يعني كحضور كاداء في الجهه اليسرى برافو الشيبي، خاصة في العرضيات ممتاز، لكن يحتاج شوية تفاهم وانسجام مع الزلزولي، وممكن يكون الانسجام حاصل مع بوفال، لأن بوفال مرشح كبير أنه يأخذ مكان الزلزولي في الجهة اليسرى. الزلزولي تقريبا غايب في الشوط المباراة الثاني. تمشي الكرة أمامية المتابعة من جانب مانولا يرسل الأمام في براس، ممتاز سايس يقطع هذه الكرة بحثا عن سليم أملاح. البعض يتساءل كذلك سليم، ماذا يفعل سليم قوته في الالتحامات في الثنائيات دائما يكسبها، وهذا شفناه حتى مع نادي فالنسيا. لاعب شرس، لاعب قوي في الثنائيات، يلعب على القوة البدنية، ورغم انه لازم الذكاء في بعض الاحيان. لماذا؟
لأن القوة وحدها لا تكفي، وهذا شفناه في الدوري الإسباني مع نادي فالنسيا، لأن اللاعب سليم تلقى البطاقة الحمراء في أكثر من مناسبة مع نادي الإسباني فالنسيا. سقوط للزلزولي، سلامات الزلزولي مرة أخرى، يسقط الزلزولي وكان في تدخل